كشف المغرب رسمياً عن التصميم النهائي لملاعبه المونديالية المرشحة لاحتضان مباريات كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال. وكان الملعب الأول الذي نشر تصميمه هو آخر الملاعب المحدثة وأكبرها على الإطلاق، ملعب الحصن الثاني الذي يسع ل117 ألف مقعد، والذي انطلقت فيه الأعمال مؤخراً، والمنافس الأول لملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد لاحتضان مباراة النهائي. وهم التصميم ملاعب مولاي عبد الله بالرباط، وطنجة، وفاس، وأكادير، ومراكش، والدار البيضاء، وهي الملاعب التي ستكون جاهزة لاستقبال المباريات.